واحد السلام عليكم، كي دايرين المشاهدين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير إن شاء الله. كتشوفوا كيليان مبابي الصديق المقرب ديال أشرف حكيمي، ونعم الصديق ونعم الأخ. من بعد الضجة اللي وقعت على أشرف حكيمي وتهمة الاغتصاب اللي باقا راكبة له على ظهره بأنه اغتصب فتاة فرنسية، داها للدار ديالو واغتصبها. هادشي اللي قالت هاد الفتاة واخا كلشي عارف بأنه كلشي كذوب وكلشي يعني كلشي مؤامرة باش هكا يحطموا حكيمي وما يخليوهش كنجم في كرة القدم. الله ياخذ فيهم الحق كاملين، لا هاد الفتاة ولا اللي عطاها الفلوس وطمعها باش أنها دير هاد الفعلة ديال الشيطان. ما علينا، هي دارت هاد الشي ولكن ربي كبير. أشرف حكيمي كي قلت لكم عنده الصديق ديالو اللي هو مبابي، راكم كتعرفوه، صديقو أخ الروح بالروح. خرج مبابي هاد النهار تيقول لفرنسا أنني غادي نستقل، ما غاديش نبقى نلعب مع الفريق ديالكم إلا كان شي ظلم وصل الصديق ديالي ولا شي حاجة ديال الباطل. تشدّوه على شي حاجة خاوية، راني ما غاديش نبقى كنلعب في الفريق ديالكم. يعني تيهدّدهم حيت مبابي كيعرف أشرف حكيمي مزيان. كي قلت لكم ماشي غير صديق، صديق وأخ فيه كلشي. جميع الأسرار ديال حكيمي راهم عند مبابي، لهذا خدا هو هاد القرار وقال إلا هذا الصديق ديالي حتى أنا غادي نمشي معاه، ما غاديش نبقى. وبالفعل كي قلت لكم يعني نعم الصديق، لأنه هو كيعرف حكيمي مظلوم. كون كانت شي علاقة بين حكيمي وديك المصيبة اللي دعاتو، راه كون قالها للصديق ديالو. كتعرفوا الأصدقاء بحال هاد الأمور ما كيخبيوهاش على بعضياتهم. دعيو معاه والله يبين الحق إن شاء الله.